ده بيدل على ايه؟ اداه تصديق للناس. ده في المطار يا فندم؟ تصديق للناس بقوله لك. يبقى في شرطه شغال، شرطه اثار، شرطه الاثار. لا دي وحده اسمها وحده اثريين، بتبقى موجوده في كل مطارات مصر ومنوانين. وحده من الاثريين، اي حاجه بتطلع تقبض عليها هناك. فده انا اقول لك 154 هدف من غير يعني تصديق للي انا بقوله لك. 154 اثر ضبط حاليا. عملات. ده دليل على ان احنا احكامنا السيطره الحمد لله. باذن الله. كمان الجديد ايه بقى؟ ان الحاجات اللي اتسرقت اثناء الانفلات الامني في اعقاب الثوره مباشره، كان في اثار كتير اتاخدت من المتحف المصري، من منطقه المساحين ومن انطره ومن غيره. وانا طلعت في اكتر من حديث قلت انا عندي ايمان بان الاثار دي لم تخرج مصر بعد برا مصر. اكتشفنا حته كان مسروقه من المتحف المصري في سقاره اول امبارح او اول امبارح. كان في 4 حتت تانيين غير اللي تم اكتشافهم قبل كده كانوا مسروقين من مخزن المتروحين وتم القبض عليهم. فده بيدي مصداقيه ان احنا فعلا عارفين احكامنا السيطره، ما حدش عارف يخرج حاجه دلوقتي. ايوه. وزي ما بقول لك انا مش بقول كلام انشا، ده انا بقول وقائع ان تم القبض على 4 قطع من اللي كانوا مسروقين من المتر هنا بقى لهم سنه ونص واتقبض عليهم. بقى لهم سنه ونص مسروقين من ايام بالظبط كان يوم 29 يناير 2011. فمعنى كده ايه؟ ان احنا فعلا الحمد لله رب العالمين قافلين المنافذ. بالاضافه ان القطع اللي اتسرقت 54 قطعه اتسرقوا من المتحف المصري يوم 28 يناير 2011. المتحف المصري فاكره المتحف؟ ايوه. 22 قطعه 54 قطعه. استعدنا 25 قطعه. جميل. فاضل 29. اللي ابلغنا الانتربول الدولي، عملنا حاجه اسمها القائمه الحمراء. ابلغنا الانتربول الدولي ان في قطعه مسروقه شكلها كذا، وابلغنا كل متاحف العالم اليونسكو. يعني ما حدش يقدر يتاجر في الاثار دي او ظهرت في اي حته. انا تعقيبا انا بقول لحضرتك ان احنا ما بنشتغلش غير باسلوب علمي. انا عندي شباب دلوقتي قاعدين على الفيسبوك، مش على الفيسبوك، على الكمبيوتر، على النت يعني. بيراقبوا كل صلاه المزادات عشان اي حاجه تطلع نراجع طلع منين وطلعت ازاي. في 24 ساعه شغالين. بدأنا نوظف البعثات الدبلوماسيه بتاعتنا في الخارج، ان لو حاجه ظهرت في اي مكان، حتى البعثات الثقافيه بتاعتنا، يعني احنا باعتين مدرسين في الخارج بيكونوا زي العيون بتاعتنا اللي موجوده في الخارج. فاحنا عاملين اسلوب شبكه عالميه دلوقتي نتواصل معها باستمرار عشان اي حاجه تظهر نبلغ بيها ونبدا نشتغل على استعادتها. حتى في انا ذكرت الموضوع ده اكثر من مره، كان في قطع ظهرت في احد الدول القريبه مننا واحنا ما بيناش بينهم وبين بعض اتفاقيه تبادل الاثار، او هم ما عندهمش قانون بيحرم الاثار. فبعد كده اللي حصل ان انا سمعت ان القطع ديت قطعتين موجوده عندهم، عن طريق الخارجيه اتصلنا بيهم قالوا ان احنا ما عندناش قانون يجرم تجاره الاثار. فقلنا لهم احنا متاكدين ان كل عارفين الاثار دي مصريه لابد ان ترجع من مصر اتفاقيه طبقا لاتفاقيه اليونسكو سنه 1970. ونجحنا عن طريق الخارجيه ونساعد ان احنا هم يشتروهم من التاجر اللي بيبيعهم، الدوله دي تشتريها وهيبداوا يرجعوهم للنتائج. فبنتعامل باسلوب علمي مع كل الناس دلوقتي ان احنا نرجع الاثار بتاعتنا، وبنعمل زي ما تقولي دلوقتي مش عارف مجموعه عمل مع الدول المضاره زينا من تجاره الاثار اللي اصبحت تجاره رائجه في العالم كله، ضد الدول المستفيده من هذه التجاره، علشان لما نروح ان شاء الله لاجتماع اليونسكو القادم يبقى لنا صوت واحد ونقول ان احنا لابد ان نعدل اتفاقيات اليونسكو اللي هي تم توقيعها سنه 1970 واحنا ماضيين عليها 1972 اللي فيها ثغرات. فاحنا عايزين نتعامل كوحده واحده بقى مع الدول، كل الدول المضاره سواء من امريكا اللاتينيه او من الدول العربيه او من افريقيا او من اسيا او من بعض الدول الاوروبيه، كلنا مضارين فبنشتغل في الاتجاه ده. وهيبقى في تفعيل اكتر طالما في توحيد للكلمه، هيبقى في تفعيل اكتر. انا بشكر حضرتك جدا وبرحب بحضرتك في جريده بنت مصر الحره. وده شرف ليا ان انا اتقابلت مع حضرتك النهارده. شكرا يا فندم على سعه صدر حضرتك. شكرا يا فندم.